تعالوا بقى نعمل النهاردة آيس كريم المانجا بطريقة بسيطة قوي وسهلة قوي ومكونات مفيش أبسط ولا أسهل من كده. هنعمل النهاردة آيس كريم المانجا، طعمه حلو قوي بطريقة سهلة قوي، خطير جدا. قبل ما أبدأ معاكم وصفتي، لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي عزة. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو. طبعا المانجا كتيرة وحلوة وبنحبها كلنا، واكتر ايس كريم بنحبه هو ايس كريم المانجا، بيكون طعمه حلو قوي وخطير جدا. علشان كده احنا النهاردة هنعمل ايس كريم المانجا بطريقة بسيطة قوي وسهلة قوي. ايس كريم المانجا من اجمل الايس كريم اللي كلنا بنعشقه. هنعمل المانجا بطريقة سهلة قوي. قشرنا كده المانجا بالشكل السريع ده، هنقشر المانجا. وطبعا كان معايا كده 3 وحدات من المانجا، عاملين تقريبا كيلو من المانجا. بدأت كده اقطع المانجا بشكل عشوائي علشان نبدأ هنا نحطها في الكبة. والايس كريم النهاردة هنعمله في الكبة، ممكن في الخلاط برضو. لو حابة تعملي الايس كريم في الخلاط بيبقى سهل قوي، لكن احنا النهاردة هنعمله في الكبة علشان احنا مش هنحط اي مية، مش هنضيف مية خالص للمانجا. هتبقى كده المانجا معانا قوامها كريمي وحلوة قوي. عايزة اقول لكم ان الايس كريم النهاردة كريمي وطعمه خطير جدا. مش هنضيف مكونات كتير ولا هنعمل حاجات صعبة، هو بس هنضيف دلوقتي نص كوباية من السكر البودر للمانجا، وهي كده جوه الكبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. علشان مهم جدا ان السكر يكون سكر بودر علشان يدي قوام حلو للمانجا ومطت كده المحلات بتاعة الايس كريم. هنضرب السكر مع المانجا بعد ما قطعنا المانجا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشوائي كده. وهنا بقى معانا خليط السكر والمانجا بالشكل ده. هنبدأ هنا ننزل الخليط بتاعنا كده في طبق، وبعد كده هنشيل الطبق ده كده في الفريزر عقبال كده ما نعمل الكريم شانتيه. هنا معايا نص كوباية من الكريم شانتيه، وهنبدأ ان احنا نضرب الكريم شانتيه بربع كوباية من المية المتلجة من التلاجة زي ما انتوا شايفين كده. هنضرب الكريم شانتيه كويس قوي وهنضيفه على المانجا، وده هو بس المكون اللي هنضيفه على المانجا علشان نعمل احلى والذ ايس كريم مانجا. هنضرب كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما ضربناه كان بالقوام الكريمي ده، طبعا هنضيف المانجا اللي احنا ضربناها في الكبة مع السكر البودر، وهنضيف المانجا للكريم شانتيه بالشكل ده. وبس كده، وهو كده الايس كريم بيكون جاهز. طبعا في ناس بتحط له لون اصفر، يعني علشان يدينا لون كده اصفر للايس كريم. لكن انا بصراحة حابة ان يكون الايس كريم طبيعي 100%، مفيش فيه اي الوان ومفيش فيه اي حاجة مش حلوة. هنضرب كويس قوي الايس كريم مع المانجا مع السكر البودر بالشكل ده. وطبعا اللون بقى فاتح علشان اضفنا له الكريم شانتيه، بس مش مشكلة، مش لازم يكون اللون اصفر قوي، المهم ان يكون الايس كريم طبيعي 100%، مفيش فيه اي اضافات مش حلوة. مش هنضيف لون وهنسيبه كده باللون الطبيعي بتاعه. هنا معانا الايس كريم بقى بالقوام الكريمي الحلو ده. طبعا الايس كريم كان طعمه يا جماعة خطير جدا، بجد كان خطير. هنا انا بوريه لكم قبل ما ادخله التلاجة، يعني عايزة اقول لكم ان القوام بتاعه كان كريمي قوي بالشكل ده ولسه ما اتجمدش اصلا، احنا لسه ما دخلناش الايس كريم التلاجة. بعد كده هنسيبه بقى في التلاجة 3 4 5 6 ساعات كده لحد بقى ما يتجمد. هنا ما كانش دخل التلاجة لسه، وهيبقى طعمه حلو قوي. بجد جربوا الايس كريم بالطريقة دي، طريقة سهلة قوي، مفيش فيها اي حاجة صعبة، المكونات بسيطة قوي،
بس الطعم بجد حلو قوي، يعني طعم الايس كريم بجد خرافي. برضو لسه ما دخلناهوش التلاجة بس مش قادرة استنى لانه طعمه بجد حلو قوي. هنا عملنا الايس كريم بطريقة سهلة وبسيطة قوي قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تتابعوني وتشتركوا في القناة، ويا ريت تحطوا لايك للفيديو. قبل بقى ما امشي عايزه اوريكم الايس كريم بعد ما بات ليله كامله في التلاجة بقى بالشكل القمر ده، وكان طعمه مانجا مانجا قوي، طعمه حلو قوي. جربوه اكيد هيعجبكم.